present al-Murkosi del Multimedia. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته وتعزيته من الآن إلى الأبد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. أشكر محبة كل الآباء على دعوتهم لي في هذا المساء المبارك. ناخد بركة الست العذراء هنا في عزبة النحل، وناخد بركة الآباء وبركتكم كلكم. الآية بتاعت موضوعنا النهاردة من الآيات الجميلة اللي احنا عاوزين نعيشها في حياتنا. بتقول الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع كلام الشديد يهيج السخط، يهيج الغضب. يعني واضح من الآية دي لما يقول الجواب اللين يصرف الغضب، يبقى الآية ديت بتعالج حتة الغضب، بتعالج الغضب. واحد من القديسين قال عبارة جميلة، قال النار لا تطفأ بالنار إنما تطفأ بالماء. فالغضب نطفيه بالجواب ايه؟ بالجواب اللين. المقصود بالجواب اللين ان ممكن يكون كلمة طيبة، ممكن يكون كلمة لطيفة، ممكن يكون كلمة رقيقة، ممكن يكون كلمة حلوة، ممكن يكون كلمة اعتذار. كلمة اعتذار زي واحد يقول أنا آسف، أو حقك عليا، أو متزعلش. كل دي خبر جواب لين. برضك كلمات الاتضاع اللي الإنسان بيقولها وهو فعلا بيشعر بيها، ممكن كلمة الاتضاع تكون كلمة كالجواب اللين. لكن في صور أخرى للجواب اللين. زي إيه؟ يعني ممكن إشارة الإيد ممكن تبقى جواب لين، وكأن الواحد بيقدم اعتذار بإيده رغم إني ما اتكلمش، بس رفع الإيد عبارة عن اعتذار أو كلمة لينة بيقولها بإيده. أو ممكن الجواب اللين يكون عبارة عن انحناء الرأس، واحد بينحني برأسه، برضك كأنها كلمة اعتذار أو كلمة لينة ممكن تصرف الغضب. كمان صورة أخرى للجواب اللين، وهنشوف الكلام ده في الموضوع بتاعنا، إن سجود الاحترام والاعتذار يعتبر جواب لين. سجود الاحترام والاعتذار يعتبر جواب لين. أحيانا تكون الهدية عبارة عن جواب لين. الهدية اللي الواحد بيجيبها يديها للآخر بتكون جواب لين. تعالوا نشوف من الكتاب المقدس بعض النماذج اللي كانت لهم جوابات جواب لين في كلمتهم. كلكم فاكرين قصة عيسو مع يعقوب. القصة دي نلاقيها في سفر التكوين إصحاح 32 و33. طبعا كلنا عارفين
إن يعقوب أخذ من أخوه عيسو حاجتين. الأول خد منه البكورية بأكلة إيه؟ بأكلة العدس. لما كان جاي من الصيد وتعبان قال له بعني البكورية بتاعتك واديني آكل. فخد منه البكورية، وبعد كده خد منه إيه؟ خد منه البركة. لما تحايل هو وأمه وعملوا حيلة وخد البركة من أبوه إسحاق. طبعا الموضوع ده خلى عيسو يبقى متضايق من أخوه ومتغاظ منه، وقرر إنه يقتله. ولما أمه حست بالكلام ده قالت له اهرب وروح عند مين؟ عند خالك لبان. قعد عند خاله لبان حوالي 20 سنة، وبعد كده فكر يرجع. لما فكر يرجع عايز يطيب خاطر أخوه عيسو، فعمل إيه معاه؟ شوفوا هقرا لكم من سفر التكوين إصحاح 32 كم آية كده. يقول وأرسل يعقوب رسلا قدامه إلى عيسو أخيه. بعت له إيه؟ رسل إلى أخيه إلى أرض سعير اللي هي بلاد أدوم، وأمرهم قائلا هكذا تقولون لسيدي عيسو. خدوا بالكم من الكلام، مش أخويا عيسو، لسيدي عيسو. هكذا قال عبدك يعقوب. كلام في اتضاع. هكذا قال عبدك يعقوب تغربت عند لبان ولبست إلى الآن، وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء، وأرسلت لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك. يقول فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين أتينا إلى أخيك إلى عيسو وهو أيضا قادم للقائك 400 رجل معه. قالوا له عيسو جاي لك ومعاه 400 راجل معاه. يقول فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر، فقسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين. وهنكمل بعد كده القصة. طبعا يعقوب لما سمع إن عيسو جاي اضطرب وخاف ودخل في صراع مع ربنا، وقعد يصلي وربنا نجاه. لما صلى قال لربنا ايه؟ يقول وقال يعقوب يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك. صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جيشين. نجيني من يد أخي من يد عيسو، لأني خائف منه أن يأتي ويضربني الأم مع البنين. إزاي بقى اتقابل عيسو مع يعقوب؟ إزاي يتقابلوا؟ يعقوب راح خد هدية من البركة اللي ربنا عطاها له، وراح مقسم الناس اللي معاه فريقين. خد له هدية، وكانت الهدية بمثابة جواب لين. كانت الهدية بمثابة الكلمة الاعتذار. واحد خد من أخوه البكورية وخد من أخوه البركة، وبسبب الحكاية دي هرب عند خاله حوالي 20 سنة وعايز يقابل أخوه.
فنشوف الهدية اللي قدمها. طبعا يقول لنا الكتاب: وبات هناك تلك الليلة وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه. خد له هدية كبيرة، يقول الكتاب 200 عنز و20 تيسا و30 ناقة مرضعة وأولادها 40 بقرة و10 سيران و20 أتانا. يعني خد له هدية كبيرة من البركة اللي ربنا مديها له. ودفعها إلى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة، وقال لعبيده: اجتازوا قدامي، وجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع. وأمر الأول قائلا: إذا صادفك عيسو أخي وسألك قائلا: لمن أنت؟ وإلى أين تذهب؟ ولمن هذا الذي قدامك؟ الحاجة اللي قدامك دي بتاعت مين؟ تقول لعبدك يعقوب: هو هدية مرسلة لسيدي عيسو، وها هو أيضا وراءنا. يعني دي هدية لعيسو ويعقوب جاي ورانا. وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان قائلا: بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو حينما تجدونه. وتقول: هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا، لأنه قال: أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي، وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع وجهي. يبقى لغاية دلوقتي نلاقي إن يعقوب خد هدية كبيرة لأخوه علشان يعني يسترضيه، يطيب خاطره. لكن شوفوا ازاي حصل اللقاء بين يعقوب وعيسو. هتلاقوا كلمة الجواب اللين مش بس كان الهدية اللي واخدها، هتلاقوا يعقوب يسجد احتراما وخضوعا لأخوه عيسو. ونتيجة هذا الشكل اللي بيمثل الجواب اللين تم اللقاء بين عيسو وبين يعقوب بصورة رائعة. شوفوا الكلام ده موجود في إصحاح 33. أقرأ لكم آيتين. يقول: وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض 7 مرات حتى اقترب إلى أخيه، فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكيا هما الاثنين. يبقى الجواب اللين يصرف الغضب، لو كان كلمة اعتذار، لو كانت هدية، لو كان شكل من أشكال الاتضاع، إذا كان سجود الاحترام أو الخضوع. يبقى أول مثل نقدر ناخده من الكتاب المقدس على إن الجواب اللين يصرف الغضب قصة يعقوب مع أخوه عيسو. تعالوا ناخد مثل آخر. كلكم فاكرين في العهد القديم كان في واحد اسمه نبال الكرملي. سمعتوا عنه نبال الكرملي ده؟ نبال الكرملي حصل معاه موقف مع داوود النبي. تلاقوا الكلام ده موجود في سفر صمويل الأول إصحاح 25. داوود كان مع الرجالة بتوعه، وكان نازل في المنطقة دي كانوا الرعاة بيرعوا الأغنام بتاعتهم.
ومن ضمن الناس اللي كانوا بيرعوا الأغنام الرعاة بتوع واحد اسمه نبال الكرملي. جه عليهم وقت نبال الكرملي يعمل حاجة اسمها جز الغنم. جز الغنم ده بيبقى ايه؟ بتبقى فترة مفرحة بيقدموا فيها ولائم ويقدموا ذبائح. فداود راح بعت لنبال الكرملي 10 رجالة من عنده، زي ما تقولوا بيباركوا له على إن هو بيجز الغنم، وقال له ادي للرجالة أي حاجة حسب ما إيديك تدي. ده من اللي بيطلب. داود بعت الرجالة بتوعه لنبال الكرملي ويقول له ادي بركة للرجالة. الرجالة دول لهم الفضل إن هم حافظوا على ممتلكات نبال وحافظوا على الرعاة بتوعه. يقول الكتاب عن نبال إنه كان رجلا غنيا عظيما جدا، كان غني فعلا، لكن قيل عنه صفة مش حلوة. يقول الكتاب كان قاسيا ورديء الأعمال. كان قاسيا ورديء الأعمال. لما رفض إن يدي بركة للرجالة بتوع داود في لحظة غضب خد قرار إن لازم يقتل نبال الكرملي في لحظة ضعف. شوفوا يقول له إيه؟ يقول له اسأل غلمانك فيخبروك، فليجد الغلمان نعمة في عينيك، لأننا قد جئنا في يوم طيب. اعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود. وبعدين يقول فأجاب نبال عبيد داود وقال، شوفوا الكلام اللي يبقى ما فيهوش حكمة وكلام ما فيهوش عطاء. فيقول فأجاب نبال عبيد داود وقال، من هو داود؟ من هو ابن يسى؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يدحصون كل واحد من أمام سيده. أأخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت لجزية وأعطيه لقوما لا أعلم من أين هم؟ فتحول غلمان داود إلى طريقهم ورجعوا وأخبروا داود باللي حصل. واحد من الغلمان بتوع نبال كان إنسان عنده حكمة، راح بلغ اللي حصل لأبيجايل مرات مين؟ مرات نبال. قال لها حصل كذا وكذا وكذا، والناس دول كانوا محسنين لينا وكانوا بيحافظوا علينا وعلى الرعاة بتوعنا، وفي حمايتهم مفيش حاجة ضاعت مننا، يعني الناس دول لهم فضل علينا. أبيجايل كانت إنسانة حكيمة. شوفوا الكلام اللين والجواب اللين اللي قالته أبيجايل لداود. أقرأ لكم إيه الحوار اللي حصل بين أبيجايل وبين داود. يقول ولما رأت أبيجايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض. زي ما قلت لكم كلمة الاعتذار أو الجواب اللين ممكن يكون سجود، بس مش سجود عبادة، سجود احترام زي ما عمل يعقوب مع عيسى. هنا أبيجايل عملت نفس الحكاية، سقطت سجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقالت علي يا سيدي
هذا الذنب. طب هي ما عملتش حاجة، قالت له الذنب اللي حصل، الكلام اللي قاله نابال ده يعني خليه عليا. ودع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك. لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا، على نبال، لأن كاسمه هكذا هو. نبال اسمه والحماقة عنده. وبعدين يقول لها ايه؟ تقول له والآن يا سيدي حي هو الرب وحية هي نفسك، إن الرب قد منعك عن إتيان الدماء. وكأنها بتوبخ داود على اللي كان عايز يعمله. تقول له زي مسيح الرب يعمل كده ويسفك دما، وانتقام يدك لنفسك. والآن فليكن كنبال أعداؤك والذين يطلبون الشر لسيدي. والآن هذه البركة التي أتت بها جريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي. واصفح عن ذنب أمتك، لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، لأن سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل أيامك. كلام في اتضاع، كلام بتقول له بطريقة غير مباشرة خد بالك ده أنت مسيح الرب، إزاي تسفك دما. عشان كده داود اتعلم هذا الدرس من هذه المرأة الحكيمة. يعني رجع داود عن اللي كان هيعمله. وبعدين يقول ايه؟ يقول لأبيجايل، طبعا بقية القصة ان نبال الكرملي ده بعد فترة صغيرة مات، وداود خد أبيجايل تبقى زوجة ايه؟ تبقى زوجة ليه. يعني اللي انا عايز اقوله ان الجواب اللين اللي فيه حكمة، فيه اتضاع، فيه كلام عقلاني، فيه كلام، فيه اعتذار، فيه سجود عبارة عن احترام، لا شك ان الجواب اللين فعلا يصرف ايه؟ يصرف الغضب. شوفوا داود قال لأبيجايل ايه؟ فقال داود لأبيجايل: مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك إلي لاستقبالي في هذا اليوم، ومبارك عقلك، ومباركة أنت، لأنك منعتيني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. وإيه كمان؟ ولكن حي هو الرب إله إسرائيل الذي منعني عن أذيتك، إنك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما أبقي لنبال إلى ضوء الصباح باء البحائط. فأخذ داود من يدها ما أتت به إليه وقال لها: اصعدي بسلام إلى بيتك، انظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهي. أدي اللي حصل بين داود وبين نبال الكرملي وبين مراته الحكيمة صاحبة الجواب اللين أبيجايل. جواب اللين من النماذج اللي في العهد الجديد اللي بتدينا فكرة عن الجواب اللين، كلام الحلو، كلام اللطيف، الكلام الرقيق، كلام اللي فيه اتضاع، اللي فعلا يعالج الغضب ويهدي النفوس. كلكم فاكرين قصة الابن الضال. الابن الضال مشي وخد نصيبه وخرج.
وبقي في البيت مين؟ الابن الكبير وأبوه. تعالوا نشوف الأب عمل إيه مع ابنه الكبير. لما رجع الابن الدار، أبوه عمل له حفلة كبيرة وذبح له العجل المسمن وعمل له حاجة كبيرة وخاتم في إيديه ولبسوه. ابن رجع. الابن الكبير لما سمع الحفلة وهو راجع وبيسأل الناس، قالوا له أخوك رجع فأبوك ذبح له العجل المسمن. الابن الكبير عمل إيه يا ترى؟ مرضيش يدخل البيت وغضب. إيه اللي عمله أبوه مع الابن الكبير؟ خرج إليه واتكلم معاه بالجواب اللين. قال له يا ابني أنت معي كل حين وكل ما هو لي هو لك. أخوك رجع بالسلامة، ينبغي أن نصر ونفرح لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. واتكلم الأب مع الابن الكبير بالجواب اللين وطيب خاطره وكسب ابنه الكبير. فعلا جواب اللين يصرف الغضب. السيد المسيح له المجد أعطانا النموذج الأمثل في حتة الجواب اللين. قال لنا كلام رائع في الموعظة على الجبل، يلخص كل ما هو في الجواب اللين. يقول لنا إيه المسيح له المجد؟ يقول باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم. طب الإحسان للإنسان اللي يبغضني ما كأني بقدم له جواب لين بشكل معين. الإحسان كأنه جواب لين، احسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم. يعني كأن كلمة البركة كأنها جواب إيه؟ جواب لين، كلمة البركة. عشان كده المسيحية يا أحبائي هي شريعة الكمال. ما سمعناش أبدا في أي حتة يقول باركوا لاعنيكم، ما سمعناش في أي حتة احسنوا إلى مبغضيكم وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. ما سمعناهاش في أي حتة. فالسيد له المجد الصورة المثالية للكلمة اللينة في التعامل مع الإهانة والتعامل مع اللعنة. احنا عايزين بقى نطبق حتة الجواب اللين في حياتنا. أنا أعطيت لكم نماذج من الكتاب المقدس، وفي حاجات طبعا ممكن نطلعها من الكتاب المقدس كنماذج أخرى، لكن احنا عايزين نعيش هذه الفضيلة، هذه الآية، إن الجواب اللين يصرف الغضب. تعالوا مثلا ناخد التعاملات في البيت. تعاملات في البيت ممكن جواب لين يكون بمثابة كلمة أنا آسف أو أنا أسفة. يعني كلمة أنا آسف لو الزوج قالها لمراته تبقى جواب لين يهدئ الأمور، يصرف الغضب، يرجع السلام للبيت وهكذا. كلمة أسفة أو حقك عليا أو ما تزعلش تتقال من الزوجة للزوج تهدي الدنيا ويرجع السلام، ويرجع السلام للبيت. كلمة إيه؟
كلمة أنا أسفة أو حقك عليا أو ما تزعلش. كلمة مثلا اعتذار بسيطة ممكن تتقال للجيران تمنع مشكلة، وتمنع ان نروح الأقسام ونعمل محاضر. يعني مثلا لو جارتك بتنشر الغسيل والغسيل نقط على الغسيل بتاعك، لو انت غلطانة او مش واخدة بالك وجت تشتكي يعني او جت تعاتبك وقلت لها انا اسفة، تقولي لها كلمة طيبة. او لو كان الغسيل بتاعك اتوسخ انا اخده واغسلهولك، كلمة طيبة تصرف الغضب. لكن في ناس كلامها بيبقى شديد، كلمة أنا أسفة ما تتقالش. إيه الكلام اللي يطلع بقى؟ أنا حرة أعمل اللي أعمله، مش عاجبك حط مشمع على الغسيل بتاعك، اللي أنت عايزه أعمله. إيه الكلام ده؟ طب ما الكلام ده يهيج إيه؟ يهيج السخط، يهيج الغضب. حد مثلا ينظف السجادة، طب محدش يعمل كده، اللي عايز ينظف السجادة لا يليق ينظفها من البلكونة، في أماكن تانية، يعني ممكن في المدخل، ممكن في السلم. واللي ينظف حاجة ويوسخها الإنسان الحكيم، الحاجة اللي عملها يلمها. يعني فيها إيه لما أنت تنظفي السجادة ولو في شوية تراب أنت تلميهم وتقولي زي ما أنا ما أحبش إن حد يوسخ قدام شقتي، أنت كمان تعملي كده، تبقي إنسانة حكيمة. لكن يا ريت نتعلم كلام الاعتذار، نتعلم الجواب اللين. صدقوني مرة، علشان يعني كلمة آسف ما بتتقالش ولا حد، مرة 2 زوجين اتخانقوا مع بعض، ولما اتخانقوا مع بعض طبعا الواحد المفروض يتعلم لما تحصل مشكلة بلاش نقف قصاد بعض، بلاش نقف قصاد بعض. يعني ممكن الراجل ينزل شوية من البيت يقعد له ساعة بره وبعد كده يرجع، ممكن انت تقعدي في اوضتك شوية وبعد كده يعني ترجعي. لكن لما نقف قصاد بعض ويبقى فيه غضب وما فيش حد عايز يعتذر للآخر، ما فيش جواب لين، كل اللي بيتقال كلام ممكن يهيج. المهم الراجل ربما قعد يشتم في مراته وبعدين قال لها هتسكتي ولا احرقك؟ هي ما سكتتش، قالت له لو كنت راجل احرقني، لو كنت راجل احرقني. قال لها راجل واحرقك، وراح فعلا حرقها، دلق عليها وراح مولع، وطبعا بقت مشكلة. عارفين لو مثلا الزوجة دي بعدت شوية، دخلت أوضتها وقفلت على نفسها مثلا، أو الزوج ده نزل بره هوى نفسه شوية، أو تتقال كلمة اعتذار فيها إيه لما الواحد يقول أنا آسف، أو ما تزعلش، أو حقك عليا، أو أنا ما أقصدش، الدنيا تهدى والغضب يقل والغضب يتصرف فعلا، ونكسب بعضنا. الجواب اللين يصرف الغضب. ساعات بنمشي في الشارع
ياما مشاكل كتير بتيجي من الشارع، وبالذات الناس اللي بتسوق عربيات. يعني ممكن اتنين يمسكوا في بعض ويتخانقوا، يعملوا خناقه لرب السماء عشان محدش عايز يقول معلش انا اسف او يقدم اعتذار. حتى لو اللي معاك اللي قصادك ده كان انسان مش قد كده، انت خليك ابن ربنا، بلاش تشد، ارخي، قول كلمه طيبه. يعني في الشوارع بتاعتنا ديت ربنا يكون في عون اللي بيسوقوا العربيات. السواقه عندنا صعبه جدا ومتعبه جدا وتوتر الاعصاب جدا، لكن خلونا نتعلم الجواب اللين، خلونا نتعلم كلمه اعتذار. ممكن تقولها في الشارع لواحد يكون زنق عليك، او حد يكون مثلا ضايقك بكلمه، او جايز يكون خبطك خبطه خفيفه ولا حاجه. كلمات الاعتذار بتريح الناس، وفعلا زي ما قال الكتاب الجواب اللين يصرف ايه؟ يصرف الغضب. ده التدريب اللي عايزين ناخده النهارده في النهضه بتاعتنا، نتعلم الجواب اللين. وزي ما قلت لكم في صور مختلفة للجواب اللين. زي ما قلت لكم الهدية ممكن تبقى جواب لين، كلمات الاعتذار، كلمات الاتضاع، كل دي صور وأشكال من إيه؟ من الجواب اللين. ربنا يديكم نعمة وبركة، يبارك في حياتكم. كل سنة وانتم طيبين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.